اقول لك حاجه، انا اول مره حجيت والله قلت جمله كده مع نفسي ان انا اول مره احس ان انا عبد. قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما في غزوة أحد بيقول إيه؟ أوجب مين؟ طلحه. أوجب طلحة. أوجب طلحة ده يعني إيه؟ خلاص هو عمل الحاجة التي توجب له الجنة، فما بالك إن أنت وجبت ليك الجنة لو أنت عملت حج فعلا. ايه تاني منى؟ اكتر حاجه اقول لك بقى بصراحه بتؤثر فيا انا الحديث اللي كل الدنيا حافظه: لو من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسد. نعم. نعم. عاد من ذنوبه، بس أوه. مش عاد عامه لان انا معايا حاجات حلوه، عاد من ذنوبه كيوم ولدته. والله العظيم انا مش مصدق نفسي يا اولاد والله. انت سعيد؟ إحنا السنة اللي فاتت اه كنا مع بعض في الحج بفضل الله. الحمد لله رب كنا العالمين. بندعي ربنا بقول إيه يا ربنا يجمعنا السنة الجاية، بس أنت كنت مع حد وأنا مع حد ومحمد طبعا انتوا مع بعض اللهم بارك. ايوه عمالين نقول يا رب اجمعنا مع بعض، سبحان الله يشاء السميع بقيت العليم. مع حبيبي يشاء بحر العلم. ونصيبي. اه والله العظيم. يشاء السميع العليم اه ان الله الله عز دي وجل. توكسيك على فكره. ما احنا علاقه توكسيك. ولا وادم توكسيك. بصوا انتوا الاثنين توكسيك ناحيتي. يعني انا كنت سعيد قبل ما أصلاً. اشوفكم والله، لكن الحمد دايما لله. بيشكر فينا. الحمد لله. والحاجات دي لازم والله يا توثق. جماعه لو تعرفوا انا بعاني من ايه، لكن ربنا كريم. والله. واحد فاهم معاك الحمد لله رب بيزن العالمين. قوي قوي والتاني هناك خالص مش ده موجود. واحد في البحر وواحد فوق راسي. أيوة. يعني فاهم، فالله يحفظكم من كل شر حبايبي. انا الحمد مش لله. متخيل والله ان انا الحمد لله. معاكم. الحمد لله. الملك يا رب. الحمد. اللهم على خير اجمعنا والله. على خير يا رب، العام آمين كل يا عام رب. بسلام وعافيه. آمين. يا رب يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه عليه وسلم. الصلاه صلى والسلام. الله عليه وسلم. خش في الموضوع. نخش في الموضوع. خش في الموضوع. يا رب. انا دلوقتي ناس كتير قوي بتسالني انا احج ليه اصلا يا عم، احج ليه اصلا؟ اصلا بغض النظر ان هو الركن الخامس يعني احج ليه؟ والدنيا صح. ايه بقى حج؟ الدنيا غاليه قوي احج ليه يا بحر؟ والدنيا غاليه قوي. القرار مش سهل. ان انا اخد قرار وانفق المال وحج. سبحان الله الناس بتنقسم فيه القسمين. فعلا حد بيبقى شرح صدره جدا جدا، في ثانيه يقوم قايل لك خلاص الفلوس اتكونت، او حتى لسه ما اتكونتش بس اقدر ان انا هندل الدنيا، وياخد القرار في ثانيه ويروح موفق جدا. وساعات، ودي نقطه مهمه جدا، ان بيكون ربنا سبحانه وتعالى كأنه بيختبره بحاجز نفسي جواه، اللي هو انت تقدر، بس مطلوب منك دلوقتي تنط الحاجز ده، والذين جاهدوا فينا عشان تحج. فبيبقى لازم الواحد فعلا يبدأ حتى في حواره مع نفسه: ايه اللي يخليني انط الحاجز؟ ايه اللي يخليني؟ فتعرف بيقين فتنط الحاجز وتروح وتاخد الخطوه. فنسال الله عز وجل فعلا ان هو يرزقنا، يا رب يرزقنا طبعا انشراح الصدر يا رب. انما اللي يلاقي من نفسه انشراح الصدر ده نعمه وفضل. اللي ما لقاهوش لا، ده نط الحاجز. نط الحاجز واعرف انت فعلا زي ما انت بتقول كده، نبدا من البدايه. انت لازم تحج ليه؟ طب ما تبدا انت بقى نحج ليه؟ والله العظيم ادبسك. والله العظيم اقول لك حاجه، انا اول مره حجيت والله قلت جمله كده مع نفسي ان انا اول مره احس ان انا عبد. سبحان الله. الحج ده انت مين؟ مركزك ايه؟ عندك فلوس قد انت بتاع ايه اصلا؟ انت هنا عبد ومفيش غير انك عبد. صحيح. سبحان الله العظيم. والله أيوة. انت عبد من اول لحظه لاخر لحظه. انا باشا ما بركبش غير هليكوبتر لما بروح اجيب الجروسري. هناك انت قاعد في احسن حته، هتروح ترمي الجمرات هترجع مشي، وهترجع مشي بعيده قريبه زي ما تكون هتتمشاها. ما قدامكش غير انك لو هتتبع سنه النبي عليه الصلاه والسلام تنام على الارض في منى. طب ده انا سراير، ده دبل لير، مراتب اوتيلات على الارض. سعاده الباشا يوم ما هكرمك عشان انت راجل كريم، نفرش كليمه حلوه كده ننام عليها. مزدلفه. مزدلفه. ان انت تنام في مزدلفه على الارض، مش هتعرف تعمل غير كده. ان انت سبحان الله العظيم تتعبد الى الله في كل خطوه، بتخلع سبحان الله نياشين الدنيا ايا كانت. انا الباشا، انا الاستاذ، انا فلان، انا فلان، انا علان، انا ما هنا انت عبد. صح. فسبحان الله العظيم تحقيق العبوديه لله عز وجل انا شايفه اهم سبب.
يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على 5، صلى الله ده حفظناها في كيجي، بني الاسلام على 5. فبني الاسلام على 5، فاحس انه انا بتخيله كده في مبنى، هذا المبنى لا يقوم الا على 5 قوائم. صحيح. مش هيقوم غير كده، هم 5. بس الخامس ده ان استطعت لي سبيل خلاص يبقى لازم يتحط. طب ما استطعتش، ربنا سبحانه وتعالى بيرفع لك هذا البناء بقدرته عز وجل. لكن ان استطعت البناء فيه مشكله. صحيح. الخامس ده ان ما تحطش عندك مشكله، لازم يتبني. لما تسمع الايه وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا. ياتوك رجالا يعني ايه؟ مش رجاله، مش ياتوك رجالا هم هيبقوا رجاله في الحج، لا ياتوك رجالا يعني ماشي على رجلين، ماشي على رجله. ماشي على رجليه منين؟ من اي حته بقى؟ من بيته. طب لا ده هيركب وعلى كل ضامر. ضامر يعني ايه؟ على كحيان جمل كحيان مكحكح رايح رفيع حالته بلا. على فكره الايه دي فيها معنى جميل قوي، ان الاستجابه بتبدا من هنا. نعم. يعني الناس ساعات تقول لك ايه، انا عايز ابدا الاستجابه لما يكون في مستوى المادي بتاع اللي عنده ريزورت في شرم الشيخ. انا بحس لا بصراحه من اول ما تنفع تروح مشي هتلاقي الاستجابه، وده بيحصل. انا بحس جدا في الحته دي. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فلا اقتحم العقبه. فلا اقتحم العقبه. انت دلوقتي متردد والله العظيم، وفي العبادات ده مع ربنا عموما، غمض عينك ونط فعلا. غمض عينك، انا متردد يا حاج، غمض عينك وتوكل على الله. اقتحم. هي دي اللي عامله لك الحاجز زي ما حضرتك بتقول. هي دي اللي عامله الحاجز؟ لا خالص. فلا اقتحم العقبه. اقتحم العقبه دي ونط. وده مع العبادات. فما بالك بقى ان اهل العلم قالوا ان الحج ده ابو العبادات. ابو العبادات. ليه؟ الحج ده سبحان الله بيجمع ما بين العبادات الجسديه والعبادات القلبيه. يعني زي ما دكتور امير لسه بيقول، انت بتحس هيك ان انت عبد. ده قلبك بيحس ازاي. انا لسه بقى نشرح مناسك الحج ان شاء الله، بس انا لسه في طواف الافاضه وممكن اقبل الحجر الاسود وانا بعديها بكام يوم في منى برمي حجر. طب ما انا هنا بقى اقبل حجر وهنا برمي حجر. ليه؟ عبد. طب انا ليه اخلص الحته دي واطلع على منى؟ طب انا ليه انزل هنا فجاه تروح على عرفه؟ طب انا ليه اطلع على مزدلفه؟ ليه؟ طب ما الدنيا عبد. فالحج ده بيحقق ليك جدا معنى ان انت فعلا عبد. وسبحان الله مفيش هناك، انا يعني شفت المناصب اللي هناك، مفيش هناك بقى والله ولا ده ولا ده. الحج اللي فات يا ادهم كنا في منى. نعم. في منى احنا في منى، وفي حد عنده سؤال. تفتكر في اواخر ايام الحج عنده سؤال ومعلش انا بس عندي هو عايز، وقال لي تعالى. وانا واقف رحت. طبعا انت قدامك واحد شكله ساعي بريد، يعني هو يعني ربنا حج يعني ببهدله الحج يعني زي اي حد في الدنيا. أيوة. تمام. وبدا يقول السؤال، وبدات اشوف عارف الفيديوهات اللي فيها ارقام وفيزياء وكيمياء وحاجات، وبدا يقول الارقام وما اعرفش ايه وال5 مليون دولار لما اتبعتوا. بعد كده بقى كان في قال لك مش حقيقي 2 مليار 2 مليار كان لما اتحطوا ما اعرفش ايه، وكان في 3 مليار. انا واقف ليه السؤال ليه الارقام دي؟ تمام. والله وانا قاعد فعلا زي ما انت بتقول كده، هو اللي على فكره دي معامله ماليه واحده، ان هو مش بيقول لي ايه وبعد ما حوشت تحويشت العمر، لا بيحكي لي عن حدوته وفيها سؤال وبتاع. فهو الحج بيخلي اللي عنده معامله فيها 5 6 7 مليار شكله زي اي حد في الدنيا، عبد. الحقيقه العبوديه ودي ليك والله العظيم، دي الكل اللي بيسمعونا يا جماعه. يعني الاحساس ده لو ما حسوش ده يعني ده هتعيش ازاي؟ كم حياتك ازاي؟ سبحان الله. يعني ان تكمل هذا الركن الخامس، أن تسمع أذان الله عز وجل اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به فتلبي لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك. وإن أنت شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يجعل ده يجي على جمل خلصان ويجعل ده يجي مشي، ده معناها إيه؟
الاستجابه على اي حاله انا مش فارقه، انا والله العظيم ما فارقه معايا حاجه غير الناجي. السنه اللي فاتت برضو والست دي اثرت فيا جدا بمناسبه الفلوس. فاكر كانت سالت سؤال في لايف كنا طالعينه مع الناس قبل ما نطلع الحج، بنطلع اللايف اللي هو بيبقى فيه الاسئله والاجوبه والدروس بتاعت ما قبل الحج والاستعداد. فسالت سؤال قالت انا معيش فلوس الهدي، انا اخر فلوس عندي دفعتها في الحج. يعني معيش فلوس الهدي يعني معهاش 500 ريال 600 ريال، معاش 5000 6000 جنيه كمان وطلع. دي بتعمل ايه؟ دي فهمت ان هذا الحج هو ركن الاسلام الخامس اللي انا بالمناسبه محتاجه في حاجات كتير. يعني انا محتاجه في حاجات كتير. طب ما تقول لي محتاجه في ايه كده؟ من اعظم الامور نعم. الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت او قال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. فمن اعظم الامور اللي الواحد يعني ينبعث كده من جواه ان هو لازم ياخد القرار وفورا ان عايز ادخل الجنه. والجنه يعني دخول الجنه برحمه الله عز وجل، ولكن الله عز وجل جعل لهذه الجنه طريق وسبب اللي هو الطاعات. طبعا المنازل بالمناسبه دي نقطه مهمه جدا، المنازل في الجنه بالاعمال. يعني فلان هنا وفلان هنا وفلان هنا وفلان هنا وفلان هنا دي اعمال، وبناء عليه واحد عنده مثلا 20 رمضان غير واحد عنده 30 رمضان غير واحد عنده 40 رمضان. واحد عنده حج غير واحد ما عندوش حج. واحد كان بيصلي نوافل غير واحد ما بيصليش نوافل. واحد راح صلى في الحرم ب100,000 وفي الحرم المكي والحرم المدني ب1000 غير واحد ما عندوش الحدوته دي. فالمنازل في الجنه ذات نفسها بالايه؟ بالاعمال. ولكن دخول الجنه برحمه ربنا سبحانه وتعالى. ولكن هذه الرحمه وهذا الطريق الله عز وجل جعل له سبب، جعل طريق اللي هو طريق الطاعه اللي اعظم بل من اعظم خطواته ان انت تحج طالما انت تستطيع ده. ليس له جزاء الا ليس له جزاء الا الجنه. ليس والا حصر وقصر. ما فيش حاجه تساويه الا الجنه. يعني مش ممكن، يعني هنديله ايه بس بحج ايه مبرور، اللي هو الحج اللي اجتمعت فيه معاني البر كلها، اجتهاد كله، اتباع السنه كلها، البذل كله، الحمايه من المعاصي والذنوب، التراجع عن اي خطا في ثانيه، اي بيحافظ على هذا الحج. فطبعا اخد القرار عشان ادخل الجنه. يا رب يجعلنا من اهل الجنه. اللهم امين يا رب. اللهم. الواحد لما بيجي يبص في الطاعات يلاقي مثلا ايه؟ ان الصدقه ممكن تضاعف 700 ضعف. الصلاه في المسجد الحرام 100,000. الحسنه ب10 امثالها. خلاص رقم غريب. يعني الصلاه ب100,000. ماشي. الحج الحاجه اللي انا شفتها مش بارقام، ما فيهاش ارقام. الجنه يعني سبحان الله والله غريبه جدا. يعني ايه؟ صحيح. كل حاجه صلاه في مسجدي هذا بكذا، الصدقه تتضاعف لكذا، الحسنه ب10 امثالها. ده بالذات الباب اهو الجنه. وجبت له الجنه. يعني اللي يحج حج مبرور يعني عارف النبي صلى الله عليه وسلم لما في غزوه احد بيقول ايه؟ اوجب مين؟ طلحه. اوجب طلحه ده يعني ايه؟ خلاص هو عمل الحاجه التي توجب له الجنه. فما بالك ان انت وجبت ليك الجنه لو انت عملت حج فعلا مبرور. يا رب. ده شيء ده يبعث. ده مش شيء، ده اشياء. دي الجنه يعني دي ممكن نقف هنا اصلا بس والله صح. ايه تاني مولانا؟ اكتر حاجه اقول لك بصراحه بتؤثر فيا انا الحديث اللي كل الدنيا حافظاه، لو من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق نعم. عاد من ذنوبه، بس مش عاد عامه لان انا معايا حاجات حلوه، عاد من ذنوبه كيوم ولدته امه. نعم. انا بتأثرني جدا وبتؤثر فيا جدا وبتخطفني فكره ان انا يكون عندي فرصه ان ابدا من جديد. عارف، ميلاد جديد، بدايه جديده. اللي فات مات. انا دايما اقول ايه؟ ازاي كل تخيلها اللي بتقول لك اللي فات مات
نفتح صفحه جديده. عارف يعني لو مثلا مشكله مع الزوجه، مشكله مع الزوج، مشكله مع الام، مع كله، طب خلاص يا حبيبي هنفتح صفحه جديده ومش هنعمل كده. لو كمان يومين 3 حصلت حاجه شبه اللي انت كنت بتعملها، انت رجعت يعني لازم ما فيش في الدنيا حد يعرف يفتح معاك صفحه جديده. الله جل في علاه فقط، ليس كمثله شيء. معامله ربنا سبحانه وتعالى ما فيش زيها معامله، ووعده صدق ما مش فيش، هيرجع فيه. فهي معامله جديده وبدايه جديده وموضوع جديد، وانت لسه مولود يا فندم دلوقتي حالا، معاك كل حسناتك، كل سيئاتك وماضيك وكل اخطائك اللي انت مستكبرها واللي انت مش مستكبرها. الموضوع بالنسبه لنا انتهى اكنه مش موجود. ابدا بحياه جديده. عشان كده اللي بيحج من اعظم الامور اللي تبقى بجد من جواه تدفعه كده ان هو يروح فورا ابدا علاقه جديده مع ربنا سبحانه وتعالى، ابدا حياه جديده مع نفسي حتى، وابدا علاقات جديده مع الناس، واعتبر ان دي، عارف الفصله او مش الفصله بقى، النقطه دي نقطه خلاص. ونبدا من اول وجديد. فعلا دي من اكتر الحاجات اللي بتؤثر فيا. ويا رب يا رب يرزقنا دايما على فكره لمن استطاع اليه سبيل، واللي ما استطاعش اليه سبيلا له التوبه. يستطيع ان هو تكون نقطه ويفتح صفحه جديده، انما لو تستطيع ما فيش اعظم من كده. وان صدقت نيه غير المستطيع يا مولانا انه لو استطاع يبقى هناك ياخذ الاجر باذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في غزوه تبوك قال لهم ده في ناس ما جوش معانا من المدينه وانتم ما سرتم مسير ولا عملتم حاجه الا وكان لهم من الاجر مثلكم. صحيح. فمين احبسهم العذر؟ ايه كمان؟ احنا قلنا حاجتين دلوقتي. طيب ايه كمان؟ واحد استنى عشان انت قلت الجنه ودي كفايه، البدايه الجديده. 2 كام ولادة ام. ايه اللي بيأثر فيك في موضوع الحجاج؟ والله الكلمه اللي لسه دكتور محمد قايلها اللي هو بتاع انت واحد هتبدا صفحه جديده دي، افتكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الشخص اللي بيطوف طواف الافاضه، وهو حديث صحيح. هو بيطوف طواف الافاضه، بيربط على كتفه ملك ويقول له استأنف عملك، استأنف عملك فقد غفر لك ما قد مضى. ابدأ من جديد. انت ايه؟ انت واحد سبحان الله رايح تفتح صفحة جديدة مع ربنا عز وجل. انت واحد رايح بكل اللي انت فيه وهترجع ابيض. رمي الجمرات، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي كان يعلم الصحابة رضي الله عنهم الحج بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم ان رمية الجمرات دي، الرمية بتاعت الجمرة الواحدة بتكفر كبيرة موبقة. سبحان الله العظيم. الرمية انت شوف، انت ممكن ترمي مثلا لو هتتعجى ممكن ترمي 49، وهنشرح الكلام ده في الناس الحج ان شاء الله. بس ان انت واحد الرمية الواحدة بس وانت بترمي كده انت بتكفر كبيرة انت مش بتكفر. وفي كبائر احنا مش واخدين بالنا منها. يعني ايه؟ يعني انت مثلا قاعد ففي واحد عدى او جبت في سيره واحد وقمت اختبته، كبيره. فتخيل احنا عندنا ذنوب احنا مش عارفينها، نسال الله عز وجل العافيه. فالرميه بس دي تعمل لك ايه؟ كبير. تغفر لك ايه؟ كبيره من الكبائر. الناس لازم تبقى مستشعره انت بتطوف وفي ملك بيربط على كتفك، استأنف عملك، وبترمي رمية وسبحان الله بتأجر عليها وبيغفر لك الله عز وجل. صحيح. والله يريد أن يتوب عليكم. خش يا شيخ الأمير. الله يا مولانا. كثير من الناس لما بلاقيه مش يعني مؤخر للحج يقول لك عشان برضو النفقة. سبحان الله. ففي حديث انا بحبه وادهم عارف ده واطلب به الرزق اصلا، يعني عارف لو ايه ده احد البيزنس اللي في حياتي، اطلب به الرزق. احنا طب انا عايز اقول حاجه معلش، بحكم ان انا ما بشوفوش كتير قوي يعني الا كل يوم الصبح وبالليل بالظبط بفضل الله. ربنا هو خلاص يعني ربنا يديم علينا وفوزنا من الزوال يا رب. اللهم ربنا يبارك لي فيك يا دكتور. اللهم امين. فايه في مره كده من المرات من 7 سنين والله فاكر قد ايه، ماشي، كان الراجل ده فتح مشروع تمام وبسم الله ما شاء الله يعني الله ما يعني خسر كل حاجه ما شاء الله ما شاء الله. يا ريت نقول امكانيات خاصه، يا ريت نقول اللهم بارك. خسر كل حاجه، خسر كل حاجه. ماشي، كورس بقى في البيزنس عشان فانا كنت قاعد معاه والله، كنت قاعد معاه
قال لي بص يا ادهم. قلت له ايه يا دكتور؟ قال لي انا مش فاضل معايا غير المبلغ ده وطالع هحج بيه ومش معايا غيره. يعني لو ما كانش معايا غيره الا باقي مصاريف شهر تقريبا عشان مبقاش كذاب حاجه كده يعني. قال لي وانا طالع بنيه ان الحج ينفي الفقر كما ينفي الكيلو الخبث. نعم صح. تمام. قال لي انا مش طالع غير بالنيه دي بس والله وكانت والله. بس اللهم بارك يعني الحمد لله. النبي عليه الصلاه والسلام قال الحج والعمره ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد. انا بقول لك ان هو كان فعلا والله العظيم يعني امير في اول المشروع ده. قال لي بص يا ادم انا لو لا قدر الله خسرت يعني فلوسي في المشروع ده، قال لي انا هبقى على الجنطه خالص لان انا حاطط كل حاجه بمعنى كل حاجه فيه. وهو ما شاء الله عليه يعني ما يعرفش حاجه برضو عن الراجل ده. هو الراجل ده فعلا يعني اودي انا سامي يعني بيتبسط قوي ان هو يقوم ايه حاطط كل حاجه ان شاء الله. اصل في مره هحط كل حاجه فتيجي كل حاجه ان شاء الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللي فاللي خايف من ده، اللي خايف انه انا سانفق هذه النفقه لا تعود، الاجر على قدر النفقه والمشقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضه. ينفي ما فيش مش هيفضل لك فقر. وفعلا والله هذا باذن الله. كنت قبل كده بطلع تاشيره تمام. ففي واحد قال لي انا هطلب منك طلب. قلت له ايه؟ قال لي انا عايز التاشيره دي تقطعها يعني ايه؟ تجيب اخرها تستخدمها صح. التاشيره اللي هي سنه دي. قال لي انا عايزك بص تقطعها. قال لي وما تخافش من الفلوس. قال لي بقول لك ايه يا حبيبي الفلوس بتيجي من هناك. سبحان الله والله العظيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. وعندي فكرة مغفرة الذنوب وحمل التبعات، الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كتير مننا بيبقى عنده مشكلة انه ايه، احنا بنقول للناس كده وده اللي لازم يحصل، احنا قبل الحج لازم تتوب ولازم ترجع حقوق العباد. طب انا في ناس لا عارف اوصل لهم ولا عارف ارجع حقوقهم، اعمل ايه؟ فتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان انتهى يوم عرفة يبشر أهل الموقف جميعا أن الله عز وجل قد غفر لأهل الموقف جميعا وحمل عنهم التبعات. يعني ايه حمل عنهم التبعات؟ حتى الحقوق التي تبت منها بس مش عارف ترجعها، مش لاقيه، مش عارف توصل له، قد حملها الله عنك. فسبحان الله العظيم ترجع بقى كيوم ولدتك امك. صحيح. فسيدنا عمر بن الخطاب سأله يا رسول الله هذا لنا خاصة أم لنا ولمن بعدنا؟ في النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر وجماله فقال هي لكم ولمن بعدكم. فسبحان الله العظيم قال سيدنا عمر ساعتها ايه؟ كثر خير الله وطاب. الله كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. ففكره اني انا ربنا سبحانه وتعالى يا سيدي العتق من النار. والله لو واحد قعد شويه هيلاقي ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفه. فعتق من النار، جنه، مغفرة الذنوب، حمل تبعات، استجابة الدعاء، أفضل الجهاد، الرمي جمرة واحدة بمغفرة كبيرة، رزق. عايزين ايه؟ ملك بيطبطب عليه بيقول لك استأنف ملك سبحان الله. فاسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحج. ما أهل مهل ولا كبر مكبر إلا ما كبر مكبر إلا بشر وما أهل مهل إلا بشر. فالصحابة بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بشر بالجنة؟ قال نعم. اللهم اجعلنا يعني احنا بنقول ايه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وانت بتقول الله أكبر تبشر بالجنة، وانت بتقول لا إله إلا الله تبشر بالجنة. إحساسك أصلا وانت داخل عرفة ده لوحده يعني ده من أكتر الحاجات اللي عايز تحج ليه، عشان وانت داخل عرفة أكنك داخل الجنة. الناس داخلة لابسة أبيض فأبيض، اللي بيخش أول الحج عرفة أول ما بتخش الناس اللي بيسجد واللي بيعيط من الفرحة خلاص أنا حجيت دخلنا عرفة إن شاء الله بإذن الله الباقي خلاص مقدور عليه وهنشرحه. يكتبها لنا جميعا يا رب. اللهم اجعلنا من أهل الحج يا رب العالمين. أظن جاوبنا على السؤال الأولاني النهاردة، سؤال أحج ليه؟ وإلى أن نلتقي بقى في حلقة تانية نجاوب فيها على السؤال الثاني اللي هو بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ أحج إمتى أحج؟ يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله. يعني أنا بيتهيألي بعد ما اتكلمنا إن إحنا نحج ليه؟ عندنا سؤال تاني بقى. اتفضل يا أستاذ زاد. إيه السؤال التاني؟ من أكتر
الجمل اللي بتتقال بفضل الله سبحانه وتعالى واحنا في الحج. يعني شفت بعيني بعض ربنا رب يحفظ ابائنا وامهاتنا جميعا، رب يحفظهم ويرضى عنهم، اللي بيجوا الحج بيبقى الامر سبحان الله بيعملوا مجهود، صحيح، بيتعبوا. بس في ميزه شفتها بقى لي سنتين وانا متابعها بقى لي سنتين. يعني صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، انا واجب عليا الحج وانا صغير ولا وانا كبير ولا يعني، ما هو انا عايز في اخر عمري كده بعد ما الواحد بقى خلص كل حاجه وادى واجبه يروح يحج. وسبحان الله العظيم برضه رايناها بأم اعيننا، اللي يجي الحج والله اللي بيركب الطياره ويفضل معاك لغايه يوم عرفه وانت بتتساءل ده هيحج ازاي، ثم تجده في يوم عرفه ركب بطاريات. يعني عارف اللي هو ده انسان جديد مستمر معاك لغايه ما بعد الحج تخلص الحج تلاقي البطاريات اتشالت تاني. سبحان الله.